التصفيات النهائية، مع إضافة أحسن 4 منتخبات تحتل المركز الثاني حتى يصبح الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية 12. تتقسم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة ضم 6 منتخبات، يصعد الأول والثاني، ومن كل مجموعة كرة خطيرة. أحمد إبراهيم يسجل أول هدف دولي له، أول هدف دولي لأحمد إبراهيم في 50 مباراة دولية، 49 مباراة دولية لهذا اللاعب، وهدف الدولي الأول في شباك الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 5 من عمر المباراة. كرة رأسية جميلة من أحمد إبراهيم يسجل من خلالها الهدف الأول وهدف الدولي الأول لمنتخب العراق الوطني. 1 العراق لا شيء الكونغو الديمقراطي. كرة رأسية جميلة، كان أول لقاء عراقي دولي رسمي سجل في سجل للاتحاد الدولي، كان مع منتخب أفريقي عربي، هو منتخب المغرب الشقيق اللي انتهى عام 57 بالتعادل ب3 أهداف. واليوم نقابل فريق من قارة أفريقيا. راح نتحدث عن المنتخب. بينية ملعوبة الكرة عند جودي لوكوكي، ومحاولة داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء. اللاعب ديبا يتعرض إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء، وركلة جزاء لمنتخب الكونغو الديمقراطي. هذا هو ديبا يتعرض إلى عرقلة، وحكم اللقاء عمر محمد العلي يشير يعني أحمد إبراهيم، وركلة جزاء بالدقيقة 20 من عمر المباراة. ركلة جزاء لمنتخب الكونغو الديمقراطي. ركلة جزاء منسب لاحظ بالإعادة، يعني على كل حال بالإعادة يتضح شيء كبير. باولو خوسيه موبوكو راح ينفذ، معار للنادي كاليري الإيطالي، لعب من العربي القطري، طبعا هو مع العربي القطري كان هذا اللاعب، وأعير لنادي كاليري الإيطالي. لعب ستاندر ليج، يتقدم ويسجل هدف التعادل. يسجل هدف التعادل اللاعب باول خوسيه موبوكو. خوسيه موبوكو يسجل هدف التعادل بالدقيقة 20 من عمر المباراة. الدقيقة 21 من عمر المباراة هدف التعادل بالدقيقة 21 يسجل اللاعب. أول مباراة دولية لهذا اللاعب اللي مثل كل الفئات العمرية البلجيكية، مثل كل الفئات العمرية البلجيكية، والآن أول مباراة دولية لهذا اللاعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية. ومثل ما ذكرت في بداية التعليق أنه 9 من تشكيلة المنتخب اللي لعب في بطولة أفريقيا متواجدين، و17 لاعب جدد محترفين مع منتخبات أوروبا استدعاهم المدرب فلورنت. جستن سامح، عرضية حلوة وخطرة، وبعد خطرة ولكن كرة خطيرة لها همام. جول 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 جول. همام طارق بالدقيقة 72 من عمر المباراة يسجل الهدف الثاني وهدف الدولي الأول مع منتخب العراق الوطني. همام في 27 مباراة يسجل الهدف الدولي الأول له. شوف الدربكة، شوف الكرة انقطعت، يحصلها بيساره، يلعبها وما تمكن منها مانداندا، تمر على يساره ويحرز هدف التقدم لمنتخب العراق الوطني بالدقيقة 72 من عمر المباراة. 26 مباراة دولية يسجل لاعب الظفرة الإماراتي ولاعب منتخب العراق الوطني هدف التقدم لمنتخب العراق بالدقيقة 72 من عمر المباراة. 2 العراق، 1 الكونغو الديمقراطي. رابع آسيا بثالث أفريقيا.